عافية. لو اكتشفتي بعد زواجك شهر زمان انه دبسات جوزك الغانم مية، وانه مديون لنص اصحابه بالقروض للبنوك غرقان، ونقوط كله سده لخاله سالم اللي على الدين الميت من سنين زعلان، والسيارة ببشترك طلعت مش مرخصة ومرهونة كمان، كل يوم اسطنجك بده 2.5 حق باكيت دخان. بصراحة بتسردي للي عرفك بسحنة 7 البرمبة، ولا بترضي بالنصيب وبتمضيها تسدي بفلان وعلان، وبتمشي مع واقع مرير ممكن يوصلك للجنان. ترى الفرق كبير بين الطبل والعود الرنان، وبين ضمة البقدونس وغوار الريحان. ما رضيتي بابن عمك اللي دمه من دمك، واللي الألف عنده مثل نكاشة السنان. عمو لا تنسي انك اصيل مأصلة، والزواج ترى تعاون ومحبة وحنان. وبذكرك شو قال شرشور لعرعور سنان: ما احلى ان نعيش بحب وسلام. انبسطت يا ابو الزغاليل والحمام، الله لا يوطرز لك. دهورت بنت الكرام يا حرام. عوافي تلبيس طواقي.